قبل ما نيجي نفكر في كلمة طلاق لازم أشوف كذا سؤال في دماغي. هل أنا فعلا قد الخطوة دي ولا لأ؟ هل أنا عملت كل حاجة أقدر أعملها؟ هل أنا جربت كذا سبب ابتديت بيه عشان أحل المشكلة اللي بيني وبين زوجي أو بين زوجتي؟ هل أنا سمعت نفسي؟ هل أنا رحت لحد أتكلم معاه بكل أريحية من غير ما أقول إن أنا الضحية وأقول لأ أنا والله مشاكلي 1 2 3 وهو مشاكله 1 2 3؟ حاولت تصلح ده مع نفسك الأول قبل ما تروح تقول أنا عايز أتطلق؟ طيب قعدت تتكلم مع شريك حياتك مرة و2 و3 بعيدا عن فكرة المشكلة أو في جوه إطار إن إحنا الاتنين متنرفزين أو إحنا الاتنين في صراع نفسي مع بعض؟ لأ، خدنا بعض على جنب وقعدنا نتكلم 1 2 3 ونحط قواعد هنمشي عليها الفترة الجاية أو نحط أسس أو بنود إن إحنا نلتزم بيها. طب يلا إحنا هنغير من طريقة حياتنا أو اللايف ستايل الفترة الجاية هيبقى عامل إزاي؟ هل كل واحد عرف الشريك التاني عايز منه إيه وبدأ أصلا يشتغل على الخطوات أو الطلبات اللي هو محتاجها ولا لأ؟ فبالتالي أنا لو عملت كل ده خدت بالأسباب، اديت لنفسي مرة و2 و3 فرصة، اديت مدة. دلوقتي بقينا نشوف فكرة الطلاق حتى ان هي يلا احنا بعد 2 3 من الجواز يلا نتطلق، يلا احنا بعد 1 2 يلا نتطلق، على الرغم ان احنا دايما بنقول ان لا، ما ينفعش ان انا اجي اتجوز فجأة واقول ان انا بعد سنة يلا نتطلق. احنا لازم نقعد 2 و3 واشوف الاحتياجات الجديدة اللي بتظهر مع اول سنة واشوف احتياجاته هو كمان بعد اول سنة، اشوف ايه اللي اقدر اصلحه، ايه اللي اقدر ابنيه، ايه اللي اقدر اغيره. وفي الحالة دي مرة مع مرة مع مرة بقول يا الشريك ده بينفع معايا، أنا ببقى مبسوطة، سعادتنا بتكمل مع بعض، هو بيبني، هو داعم نفسي ليا وأساسي في حياتي، في مستقبلي، في نفسيتي، في شغلي، في بيتي، في ولادي. هل هو بيبني معايا خطوات لقدام ولا بس عمال بيهدني وكل يوم في مشاكل من غير تطور؟ أول ما تلاقي نفسك عملت كل ده وخدت بالأسباب بما يرضي الله زي ما بنقول كده، اللي هو أنا قعدت حاسبت نفسي قبل ما أروح أحاسب الشريك التاني، ساعتها بس هنقدر نقول إن أنا عايز أكمل في العلاقة دي ولا عايز أنهيها.